الشقيقين المنتخب السعودي والمنتخب السوري. نروح معاكم ومستر بلو. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم احمد عذاب. اتوقع النتيجه ان شاء الله 2-0 لسوريا. معكم محمد عابد والنتيجه 2-1 ان شاء الله، وتحيا سوريا. فراس الحلبي، توقعات ان شاء الله 2-0 لسوريا. بسم الله، رامي الصوفي. ان شاء الله توقعاتنا 2-0 لسوريا. يعطيكم العافيه، مساء الخير. ان شاء الله توقعاتنا 3-1 لسوريا. انا خلدون السرور من سوريا، وتوقعاتي ان شاء الله للفريق السوري 2-1 ان شاء الله، ونربح ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خليل ابو بوب، وان شاء الله نتيجه 1-0 لسوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. امجد ابراهيم، بتوقع 2-1 لسوريا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ماهر، 1-0 لسوريا ان شاء الله. علي ابو حسون، اتوقع النتيجه ان شاء الله 3-1 لسوريا. علي محمد، 2-1 لسوريا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اكرم الزعبي، 2-0 لسوريا ان شاء الله. 1-0 لسوريا باذن الله. عاصم جابر، نورس رياض، اتوقع النتيجه 0-0. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله 2-1 لسوريا. انس. انا اسمي ابراهيم القاعي، اتوقع 2-1 باذن الله لسوريا. فاليريو، انطلقت المباراه بصفرة تحكيميه كما ذكرت للكوري الجنوبي كيندونغ. بداية المباراة والمنتخب السوري ومنتخب السعودية يقولون اليوم صعبة على المنتخب السوري أمام فريق ماخذ البطولة 3 مرات السعودية. فالبداية شلون تكون من وجهة نظر الجماهير السورية؟ والله البدايه اكيد راح تكون صعبه، وخصوصا انه نحن منتخبنا السوري حضر بفتره 20 يوم. المنتخب السعودي فايت بقوه، فايت بتاريخ قوي كثير. المنتخب السوري فايت بتاريخ شوي اقل منه، يعني ما في هذيك الانجازات. هلا نحن اليوم ان شاء الله بنتوكل على حماس اللاعبين، اما غير هيك يعني صراحه اللي بيطالب منتخبنا حاليا بانجاز بيكون شخص غير واقع. يعني ان شاء الله الأندية السورية تحقق انجازات، ولكن المنتخب يتغير ليش؟ مشكله اتحادات، يعني المشكله مشكله اتحادات كره، لانه الانديه عم تحقق نتائج كثير حلوه، بينما المنتخبات ما عم تحقق شيء، فهذا دليل انه في ضعف عندنا. عندكم محترفين، المحترفين كل المقومات موجودة عندكم. تماما المقومات موجوده، بس ما في حضور كروي على الساحه حاليا ما في. نعم انا معك. معتمدين حاليا بهاي البطوله على حماس اللاعبين، معتمدين انه يقدموا مباراه كثير حلوه، يكون في عندنا نحن كسوريين يعني الجمهور الصابر هذا يكون في عندهم نواه لفريق ممكن يعني بعدين يسوي شيء. يعني هذه الشاره البيضاء نقول استسلام امام لا، مش استسلام، بالعكس مش استسلام، على العكس تماما، ولكن هي يعني نحن خلينا نكون واقعيين، ما بنتكلم كلام غير واقعي. المنتخب السعودي قوي كثير، والمنتخب السوري ايضا قوي كثير. الفيصل هو على ارض الملعب. في ملاحظه صغيره بعطيك اياها، فرق عرب اسيا ما فيك تحدد بلقاءين اذا استثنينا بعض الفرق، اي الفريقين ملتقوا ممكن اي فريق يفوز على الثاني، يعني ما في تمايز. وان شاء الله عاد المنتخب السوري اليوم شوي بيضوها، وان شاء الله على وجهك انت وجهك خير علينا. عاليه داخل منطقه ال 18، على طول بيطلع ويشتت جهاد. مره ثانيه المحاوله، مناف بشتير والعرضيه والخطوره. يا سلام يا سلام يا عبد القادر، حلوه حلوه حلوه، بيغير اللعب. يا سلام يا سلام يا سلام، مفيش كلام احلى من كده. والعرضيه، لكن على طول بيطلع سعود كريري. منتخب السعوديه كبير بانجازاته، منتخب السوري ما عنده انجازات اسيويه. والله المنتخب السوري يعني الصراحه حتى التحضيرات لهالبطوله ما كانت ذاك الزود، بس بهمه لاعبينا وبهمه المحترفين الكبار، راس الخطيب، جاد الحسين الملكي، ان شاء الله راح نحقق نتيجه طيبه. مثل ما شفنا اليوم يعني المنتخب الياباني كل كان متخوف منه، صاحب انجازات نفس حال المنتخب السعودي. منتخب الاردن ما شاء الله عليهم يعني كان مسيطر، ولولا الدقائق الاخيره كان حلو. اللي يقولها اليوم المباراه محسومه حق المنتخب السعودي، هي بدايه تنتهي بسرعه. ما تقدر تقول محسومه، ما تقدر تقول محسومة. في فرق بالمستوى، في فرق في المستوى. المنتخب السعودي كبير ونحترمه، بس المنتخب السوري ان شاء الله. عندكم ثقه اليوم بالاحمر ولا لا؟ ثقتنا كبيره بلاعبينا وبمدرب تيتا، عنده خبره بالبطولات. في الشوط الاول والمنتخب السوري اليوم بادينا كويس اليوم. ان شاء الله ضاغط ضغطه مرتبه، وان شاء الله بيضل هيك بيستمر على هالضغطه، وان شاء الله بيحرز الاهداف. الخبره تلعب دور، يقولون المنتخب السعودي يتسلح بالخبره. يعني هلا السعودي كمان قوي، بس السوري ان شاء الله هلا بيبذل طاقته اكثر، لانه ان شاء الله في شغلات كثير منيحه لهم وفرص حلوه ان شاء الله هلا جديده، وهي علم سوريا. حلو. في تكتل بوسط الملعب طبعا، في قوه، يعني مباراه مو مفتوحه للحين. لا هلا عم تنفتح شوي شوي، لانه صار في ابذال بين السعودي وبين السوري. حلو. يعني ان شاء الله في للاثنين بقى انه يبين مين الاقوى. لو ما عندك مشكله اليوم يفوزون السعوديه؟ لا انا بحب انه انا بشجع سوريا. انا سوري ولازم شجع سوريا. حلو. تتلعب مرة ثانية من أحمد لأخوه عبده. عبده بيحطها بينية خطيرة خطيرة،
منتخب السعوديه ومنتخب سوريا. المباراه متقلبه للحين، نقول ما عرفنا من اللي متسيد المباراه، ولكن يقولون السعوديه خبره، السعوديه يملكون نجوم، يملكون ياسر في اي لحظه ممكن يقول. طبعا ما بخفى على احد، الفريق السعودي فريق كبير، فريق بطولات. حلو. ولكن فريقنا فايت بروح المنافسه وبالدعم الجماهيري الكبير اللي وراه، وكلنا بنعرف الفريق السوري مر بظروف شوي، تقلب المدربين، تعدد المدربين بالفتره الاخيره، كان في تقلبات، ولكن الروح اللي فايتين فيها والدعم الجماهيري ان شاء الله بكون حافز لفريقنا انه يقدم شيء كويس. طبعا مين ما فاز بالنهايه فريقين اشقاء، وان شاء الله بالنهايه يكون التتويج عربي. حلو. المنتخب السوري يملك النفس الطويل، يقولون اول المباراه سوريا ممكن يهاجمون، ممكن يبادرون، بعدين تغلب الخبره، يغلب النفس الطويل. والله اكيد، هو اكيد لاحظنا قبل شوي بمباراه اليابان شلون الخبره فازت بالنهايه، او يعني قدروا يتفوقوا على نفسهم وجابوا تعادل من ثم الاسد بالدقيقه يعني اليوم السعوديه راح يتفوقوا؟ ما بنقول السعوديه راح يتفوقوا، ولكن احنا بنتمنى اي فريق يفوز، الفريق الافضل، ويعني احنا عاطفتنا كونه يعني كونه احنا سوريين يعني حابين سوريا تفوز، ولكن اي فريق يفوز راح يكون هو الفريق الافضل. قالوا لي راح تسافر انت؟ والله ان شاء الله انا بعد بكره مسافر على قطر. الله يسلمك. مثل ما بيقولوا من عاشر يقوم 40 يوم صار منهم. انا راح اشجع سوريا والكويت هناك بمباراتين للكويت اللي باقيات ومباراتين لسوريا. ان شاء الله راح نحط العلمين السوري والكويتي، ولانه انا عايش بالكويت اعتبر حالي ان شاء الله تبارك لنا فوزنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وماشي وعدى ورقص وبيستنى على طول زين وبيستنى، والتسديده الله، انها كرة القدم العربية، تتكلم الكرة الآسيوية. قذيفة من العرباوي، سابق زينو، بس وليد بالمرصاد. نقول ضغط من المنتخب السوري بس ما في أهداف. ان شاء الله بيصير في اهداف، هذا لانه اللعب كانه كثير حلو، وفي ضغط من المنتخب السعودي كمان لعبه حلو، يعني ما بننكر هذا الشيء، بس ان شاء الله بنحقق شيء لانه في عندهم يعني متحسنين باللعب، وهذا نحن سابقا ما كان عندنا روح رياضيه، وهذا يعني بسوريا للاسف، بس هلا ان شاء الله عم يشدوا حالهم كثير، وان شاء الله المخلص بالمنتخب السوري مو موجود. متاثرين بغياب فراس؟ طبعا اكيد، يعني هو فراس كمان يعني هو وضعيته كثير مهمه بالفريق، بس ان شاء الله هلا بغيابه كمان بنحقق شيء ان شاء الله. نقول كم تنتهي اليوم؟ ان شاء الله هلا على هذا اللعب بالشوط الاول نتمنى انه تكون 2-0 او 1-0 او 1 وبتنتهي بالتعادل. هذا لعبهم كثير حلو لانه الفريق يعني راضين عن التعادل اذا صار تعادل؟ لا طبعا، انا منتخب سعودي قوي، يعني هو قوي ما بننكر هذا الشيء، بس في ضغط كمان من المنتخب السعودي. الله يا عبد الرازق، الله يا عبد الرازق يا الحسين، الله يا عبد الرازق يا الحسين، ترجم كل الكلام، ترجم كل الكلام، بل خلص كل الكلام. سوريا هدف حق المنتخب السوري. الحمد لله، الف الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، وان شاء الله الثاني جاي والثالث ان شاء الله. هدف حق المنتخب السوري. نفوز، نحن جايين نفوز، جايين عنا على البطوله. سوريا الله، بس ممكن المنتخب السعودي يتعادل. السعودي ممكن يتعادل، بس نحن جايين عنا على البطوله، ما انا جايين مشاركه مثل كل سنه، هالمره عنا على البطوله ان شاء الله باذن الله. هدف حق المنتخب السوري، ولسه في هدف ثاني باذن الله، واذا استمروا بهاللعب راح ينتهي بنتيجه 3-0 باذن الله. السعوديين موجودين، اي موجودين، بس بعتقد انه المنتخب يعني باول نص ساعه يتحكم بمجريات المباراه. راح تدوم ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله، وفي هدف ثاني باذن الله. احد مشجعي المنتخب السعودي والمنتخب السوري نقول فارض سيطرته اليوم، مهيمن على المباراه. صحيح المنتخب السوري قاعد يلعب بطريقه افضل. حلو. بس اتوقع النتيجه بالتعادل، لانه خبرة المنتخب السعودي أفضل من المنتخب السوري. حلو. كمشجع حق المنتخب السعودي شايف يا للحين ما شفنا المنتخب السعودي ظاهر بصورته الحقيقية. صحيح، مو يعني مستوى المنتخب السعودي قل عن الدورات السابقة والكاس، مو قاعد ياخذ بطولات. ليش؟ لأن السوريين أفضل اليوم؟ لا ما أظن أفضل. إمكانيات حاطين جول يعني أفضل. ممكن هذه المباراة أفضل. حلو. هذا شكل الجول الثاني حق منتخب سوريا. أتوقع تعادل. أتوقع التعادل. ما أتوقع يبون السوريين يقولون في ثاني في ثالث. لا ما أتوقع. خلاص ممكن يعني. تعادل. على
نقطة البداية الهجومية، وادي محاولة والشهيل والعرضية والخطورة. كانت الكرة هدية على طريقة النيران الصديقة. السعودية وسوريا شوط أول انتهى بتقدم المنتخب السوري بهدف في الدقيقة 37 لنجمه عبد الرزاق الحسين. في الشوط الثاني والمنتخب السعودي بدأ يصحو، نقول بدأ الأخضر يعود. خايفين طبيعي. لا طبيعي، مو احنا خايفين، هم اللي خايفين، فبدهم يضغطوا مشان يجيبوا تعادل اجباري يعني. حلو، يمكن تعادل يمكن فوز. حقهم طبيعي، الرياضه فوز وخساره. حلو، انت شنو حاس؟ عندك ثقه بالمنتخب السعودي ولا لا؟ سقطنا المنتخب السوري ان شاء الله باذن الله، حتى لو يعني ما فازوا، بس ان شاء الله الفوز لنا باذن الله. حلو، اداء المنتخب السوري اليوم مقنع ان شاء الله. حلو، يعني قياسا على الفتره القصيره اللي استلم فيها المدرب، فتره التحضير ما كانت جيده جدا. حلو. بس ان شاء الله يعني الاداء مطمئن باذن الله. نفس يعني الطويل والخبره تصب لصالح المنتخب السعودي، هذا شيء واقع. هذا شيء واقع، بس يعني في عندنا لعيبه ان شاء الله قادرين يغيروا مجرى المباراه باي لحظه ويجيبوا نتائج حلوه ان شاء الله. يعني صار في عنده الخبره بالمشاركه بالاتحاد الاسيوي او حتى الشامبيونز ليج اسيا اللي كانت يعني مشاركه الكرامه، او فريق الاتحاد اللي جاب البطوله مؤخرا، يعني صار في شويه خبره حلو، شو نقول اليوم، حمراء سوريه ولا خضراء سعوديه؟ باذن الله حمراء سوريه ان شاء الله. نايف هزازي يستعد لدخول ارض الملعب، مهاجم واحد من المهاجمين المتميزين في الدوري السعودي مع نادي اتحاد، يبدا وادي انطلاقه، عدى واحد والثاني والثالث والرابع، والخطوره قائمه، المحاوله قائمه، انما زانيال زينو